اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات ازاي اروح المقدمة من موقع وير تو سبوت. بعد ما عملنا الفيديو اللي فات بتاع الساحل الشمالي جالنا تساؤلات كتير عن ازاي اروح حدائق اكتوبر. ففي الفيديو ده هنتكلم عن ازاي انك تروح حدائق اكتوبر بمعظم الطرق. عشان تروح حدائق اكتوبر موضوع بسيط جدا وممكن توصل لها باكتر من طريقة. لو انت معاك عربية فانت قدامك ان انت لو وسط البلد تحرير رمسيس دقي، فانت بتطلع على الكورنيش او المحور وبعد كده بتدخل على الطريق الدائري، ومن الدائري بتاخد نزلة طريق الفيوم حدائق الأهرام الرماية، أو بتفضل مكمل على الدائري وبتنزل آخر الدائري على الشمال بتوصل لحدائق أكتوبر اللي هو طريق بيسموه طريق زويل. عشان تتأكد انت ماشي صح، لو انت خدت الدائري على طول فبيكون على يمينك كومباوند ماونتن فيو، فانت تبقى عارف ان انت كده ماشي صح. لو انت عايز تتأكد ونزلت من على الدائري نزلة حدائق الأهرام والرماية، هتلاقي المتحف المصري الكبير على يمينك. بعد كده بتكمل على طريق الفيوم، هتلاقي طبعا يفط كتير بتوضح لك ان حدائق اكتوبر آه، تسلك هذا الطريق. طبعا وقت الرحلة من حوالي 30 ل 45 دقيقة. بيبقى في طرق كتير تانية زي اختصارات، بس احنا بنتكلم على اسهل طريقة محور دائري. بتكمل على اخر الدائري بتنزل شمال، بتخش اول يمين، بتبقى انت كده بدأت في اول حدائق اكتوبر. او بتفضل ماشي على الدائري بتنزل شمال الرماية وبتفضل مكمل على طريق الفيوم اللي هو بتعدي على بوابات حدائق الأهرام الأولى والتانية والتالتة، وبعد كده بتدخل يمين وبتكمل على طريق الواحات، وبعد كده بتلف وترجع وتخش زويل. وده طبعا على حسب انت رايح فين في حدائق اكتوبر، فبتبدأ تحدد وجهتك. طيب لو انا من معادي او التجمع هتطلع برضو على الدائري اللي هو في اتجاه الجيزة او 6 اكتوبر، بتفضل مكمل لحد نزلة طريق الفيوم الرماية، أو بتكمل مستقيم على الطريق السياحي لحد ما بتوصل حدائق أكتوبر، وبرضه بتلف وترجع وبتلاقي بنزينة بتاعت شيل أوت اللي فيها كفتة وبلبن وكذا مطعم من المطاعم الكبيرة موجودة في البنزينة دي. فأنت بتفضل ماشي على طول وبتلف تاني ملف وبترجع. طبعا أوقات في طرق تاني، يعني أنت ممكن تلف أول ملف وتدخل من الطريق السياحي، بس يعني خلينا دايما في الطريق البسيط. لو انت من 6 اكتوبر او الشيخ زايد فانت ممكن تدخل وصل الدهشور او طريق الواحات، او تدخل من طريق مدينة الانتاج الاعلامي لو جاي من جنوب اكتوبر. طيب لو انا هركب مواصلات، انا ممكن اركب من رمسيس او التحرير او من حتى كوبري الخشب. طيب هركب ايه؟ هركب ميني باص او ميكروباص من رمسيس او الجيزة، بتكون في فيصل حدائق اكتوبر او بيقولوا عليها زويل. زويل ده يعني انت بتنزل على اول حدائق اكتوبر ولسه هتركب تاني على حسب انت رايح فين. وفي مواصلات طبعا لازم تبقى محدد من البداية، عشان في موقفين، في موقف عند نقطة اسمها سوق الجملة، وفي موقف عند نقطة اسمها دخلة زويل او دخلة حدائق اكتوبر. في اماكن طبعا على حسب الكومباوند اللي انت رايحه او على حسب المكان هتقرر انت هتروح سوق الجملة او هتروح تركب من زويل، والاتنين قريبين من بعض. طيب لو انا هركب من الجيزة او الهرم فبركب منيب مريوطية مشعل، وبس على الميكروباصات رايحة حدائق اكتوبر او زويل، او بركب على طول حاجة بتروح زويل بتحمل حدائق الاهرام. طيب لو انا هركب من محطة المترو فبنزل المنيب او فيصل، وبلاقي طبعا ميكروباصات مباشرة لحد زويل اللي هي حدائق اكتوبر، وبعدها بركب حاجة تانية على حسب انا رايح فين. طيب لو هركب تاكسي او اوبر او كريم، طبعا بنكتب بقى في الابليكيشن انت عايز تروح فين، زي جهاز حدائق اكتوبر او ميدان النهضة او اسم الكومباوند او اي مكان انت رايحه في حدائق اكتوبر. طيب التكلفة طبعا على حسب مكانك، لكن غالبا من وسط البلد لحد اكتوبر باوبر او بالتاكسي بتتراوح من 100 ل 200 جنيه، طبعا على حسب. ممكن تبقى اكتر من كده على حسب وقت الذروة او وقت اللي انت بتطلب فيه. اهم المعالم اللي في حدائق اكتوبر جهاز المدينة طبعا، جامعة زويل، الحي الايطالي، مشروع الاسكان، كومباوند زي بيت الوطن، دجلة جاردنز، ميدان النهضة، ونوادي زي نادي الشرطة ونوادي الدنيا كتير بتفتح في حدائق اكتوبر. فلو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب